بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في كومباوند لينا سبرينجز فيلا 3000. هنلفت نظركم كده لحاجه سريعه. دي شجره ليمون. هنقول لكم ايه المشاكل اللي موجوده فيها. النبات لما يوصل معايا للتدهور ده ويبتدي في تساقط كثيره للاوراق ويبتدي عندي نواشف كتيره، المفروض الكثافه الخضريه تبقى افضل من كده. خلاص، بيبقى اسبابه كالاتي: بدايه عفان الجذور تعمل كده. بداية إصابة نبات بعفان الجذور وكتر المية اللي يكون طحالب خلاص قدامنا يعمل المشكلة دي. قلة التغذية تعمل المشكلة دي. الظل يعمل المشكلة دي. يبقى نيجي نبحث، يعني دايما لما بتبقى عندي مشكلة، أنا لو قلت بطني بتوجعني ممكن يبقى جرثومة معدة، ممكن يبقى أكل ملوث، ممكن يبقى شوية مغص طارئة لأي سبب، بكتيريا مثلا، مش كده؟ النبات لما بيبقى في حالة بالطريقة دي بتبحث كل الأسباب اللي بتؤدي بالطريقة دي. طيب ظل؟ لا، مفيش ظل، الشجرة جاية في شمس. مية كتيرة؟ في مية كتيرة. خلاص. قلة تغذية؟ يبقى نراجع التغذية. قلنا التغذية النبات ما بيحتاجش عنصر نيتروجين فقط، وده اللي بيصعد فيه الكل. النبات يا جماعة ما بيحتاجش عنصر نيتروجين فقط، والكلام ده موجه للإخوة اللي بيحطوا نترات أو سلفات أو يوريا. وقلنا اليوريا خلاص دخلت محظورات. اليوريا من مسببات السرطان. اليوريا ما يتسمتش بيها شجر مثمر إطلاقا. حاجة باكلها ما تتسمتش يوريا، أما الفواكه دي رش وحاجات يعني يبعد عن اليوريا. تمام. النبات بيحتاج 16 عنصر غذائي. ال 16 دول منهم عنصر الكربون اللي النبات ياخده من الجو، عشان كده بيخفض الحرارة. النبات بيخفض الحرارة ليه؟ عشان بياخد الكربون من الجو. فاضل معانا عناصر أخرى، 10 عناصر لازم النبات ياخدها عن طريق الجذور. العناصر دي حاجة مسؤولة عن النمو الخضري، حاجة مسؤولة ان تخلي النبات يظهر كويس، حاجة مسؤولة تخلي ان الثمرة دي عنق الثمرة ما يفكش بسهولة ويبقى ماسك كويس، يديه صلابة. حاجة مسؤولة ان الثمرة ما تشقش عندي بالطريقة دي. الثمرة لما بتعمل عندي بالطريقة دي يبقى ده عندي نقص كالسيوم وزيادة ري. نقص الكالسيوم مع زيادة الري يعمل عندي المشكلة دي في أي ثمرة موجودة عندي بالطريقة دي اهي. خلاص. يبقى الشجرة دي فيها زيادة مية، وهيبتدي فيها طبعا أعفان جذور، وفيها نقص تغذية. يبقى ما فيهاش مشكلة الايه؟ ان هي جاية في ظل. يبقى الشجر عندي لما بيتدهور بيبقى اسبابه كالآتي: نقص التغذية، الظل، واشجار الفاكهة كلها بتحتاج لشمس، والسبب الاخر اللي هو اعفان الجذور. النبات ده هياخد احتياجه في التغذية كويس، نفرغ قلب الشجرة، يبقى قلب الشجرة فاضي ما يبقاش مقفول، نديله مية حسب فصول السنة. حسب فصول السنة، يعني شجر الفاكهة، الشجر اللي قدامنا دي بنيجي في الشتاء بنديها مية كل 15 يوم. كل ما تعطش الأشجار المثمرة في الشتاء كل ما يكون إنتاجيتها أفضل. ده مع التغذية طبعا، مع الاهتمام بالتغذية يا جماعة. تمام؟ يبقى دايما لما نلاقي مشكلة قدامنا نبحثها بطريقة فنية علمية عشان نعرف نحل المشكلة.